ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض النهارده نعمل النجمة السهلة خالص دي. نجمة مش هتاخد مننا وقت، ولو اتعلمناها بعد الفيديو هتلاقوا نفسكم مش بتكملوا 5 دقايق وبتخلصوها. بس في بداية الفيديو بفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي هنعملها الفترة اللي جاية، وكل الأفكار الحلوة اللي هتبقى موجودة على القناة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، ويلا بينا نبتدي على طول. في نجمة النهاردة مش هنحتاج أي حاجة غير الخيط والإبرة بتاعتنا. الخيط سمكه متوسط، ده خيط سبرينج، وهيبقى معايا إبرة برضو مناسبة لسمك الخيط اللي هو إبرة 3.5، وهيبقى معانا بس المقص عشان نقص الشغل في الآخر، لكن لا هنحتاج علامات غرز ولا أي حاجة تانية. هنبتدي النجمة بتاعتنا بإن احنا هنعمل دايرة سحرية. بنلف الخيط على إيدينا كده ونعمل حرف الفي، ومن حرف الفي بناخد الجزء اللي من جوه. تمام، ونبتدي نمسك الدايرة السحرية بتاعتنا مظبوطة. تمام، ولو الدايرة السحرية مش واضحة هتلاقوا فيديو ليها مخصوص على القناة. ونبتدي نرتفع على طول 3 سلاسل، 1 2 3. تمام، وهنشتغل جوه الدايرة السحرية 14 عمود بلفة. هعمل معاكم العمود بلفة، هتلاقوا ليه فيديو برضو على القناة، ولكن هنا هنعمله سريعا مع بعض. ان احنا بناخد لفة على الإبرة، بندخل جوه الدايرة السحرية، ناخد لفة على الإبرة ونطلع. بيبقى معانا 3 حلقات، بنطلع من حلقتين وبعدين بنطلع من حلقتين، ويبقى احنا كده عملنا أول عمود بلفة. نبتدي نعمل عمود تاني مع بعض، ناخد لفة، ندخل جوه الدايرة، ناخد لفة، معانا لفتين على ال3 لفات على الإبرة، نطلع من لفتين أو حلقتين ونطلع من حلقتين، ويبقى معانا تاني عمود. وخدوا بالكم ان احنا مش بنحسب ال3 سلاسل اللي احنا ارتفعناهم دول، مش بنحسبهم كعمود او كحاجة في الشغل اصلا. احنا بنرتفع عشان ده ارتفاع العمود بلفة عشان نعرف نكمل والشغل بتاعنا يبقى مظبوط. فهكمل ال14 كلهم وهرجع لكم تاني. انا عملت 12، وتعالوا نكمل اخر 2 مع بعض. خدوا بالكم ان كل ما الشغل بتاعي بيبتدي يملى الدورية او الدايرة السحرية، ببتدي ان انا اشده بايدي واقرب الشغل من بعضه كده، وهلاقيه فتح لي مساحة كبيرة جدا. تمام، نبتدي نعمل اخر 2 مع بعض، اخر 2 عمود بلفة. ادي رقم 13 وادي رقم 14. تمام، ده شكلها. وقبل ما ابتدي بكمل بطلع الخيط كده لفوق واطلع ابرتي، وابتدي ان انا اقفل الدايرة السحرية دي من ورا، ان انا بشدها كده. تمام، بالراحة اشد واظبط شغلي، اشد واظبط شغلي. تمام، اشد لغاية ما تجيب اخرها. شايفين قفلت معايا ازاي؟ نخلي الخيط ده من ورا زي ما هو، ونبتدي نرجع لشغلنا تاني، ونبتدي نحط الابرة جوه الخيط، نعدل الخيط بتاعنا على قد الابرة. تمام، وعايزين نقفل بمنزلقة. هنقفل بمنزلقة فين؟ شايفين 1 2 3 اللي هو ال3 اللي ارتفعناهم؟ في آخر واحدة هنبتدي ندخل في الجرزة الأمامية بتاعتها أو الحلقة الأمامية بتاعتها، وناخد حلقة ونطلع من الحلقة اللي على الإبرة، ويبقى احنا كده عملنا أول صف أو أول جزء من النجمة بتاعتنا النهاردة، وقفلنا معانا الدايرة. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نعمل بقى اللي هو مش هما ليهم 5 أضلع، النجمة ليها 5 أضلع. هنبتدي نعمل مع بعض أول ضلع من ال5، وده اللي هنكرره على طول. هنبتدي نرتفع 6 سلاسل من مكاننا. ادي 1 2 3 4 5 6. عملنا 6 سلاسل. نبتدي نعمل ايه؟ من تالت سلسلة بعد الإبرة هبتدي أشتغل شكل الضلع. فهعدي، أنا ماليش دعوة بالحلقة اللي على الإبرة دي خالص، أنا بعد السلاسل أو الغرز، بعدي 1 2، وفي التالتة بدخل أبتدي أعمل غرزة حشو. تمام، لو مش عارفين غرزة الحشو تعالوا نعملها مع بعض. يبقى أنا هعدي 1 2، وفي التالتة هدخل بالإبرة من غير ما اخد حلقة، هاخد الحلقة من جوه أطلع بيها، عندي حلقتين أطلع من الحلقتين، يبقى تالت واحدة عملنا فيها غرزة حشو. بعد كده هنبتدي نعمل في اللي بعدها على طول نص عمود، بناخد حلقة ندخل جوه الغرزة، ناخد حلقة، 3 حلقات هنطلع منهم كلهم مرة واحدة. تمام، يتفضل معايا غرزتين. أول غرزة من الاتنين هنعمل غرزة العمود بلفة اللي احنا عملناها في أول شغلنا، وآخر واحدة أو آخر غرزة هنبتدي نعمل
عمود بلفتين. واخر واحدة معانا هنبتدي نعمل عمود بلفتين. يعني ايه؟ بدل ما بلف لفة واحدة بلف لفة تاني، وبيبقى عندي 2 او لفتين على الابرة. بدخل جوه الغرزة بتاعتي، باخد حلقة برضو، هيبقى معايا 4. هطلع من 2، هطلع من 2، هطلع من 2، ويبقى انا كده عملت اول ضلع. عشان اثبت اول ضلع ده في الدورية نفسها، عشان تيجي تكون لي الضلع مناسب ومظبوط، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعدي حلقتين، 1 2 دي اللي احنا شغالين فيها مش هحسبها، دي اللي احنا شغالين فيها مش هحسبها. هبتدي اعد 1 2، وفي رقم 3 هبتدي ادخل اعمل منزلقة. تمام؟ ويبقى انا كده اشتغلت اول ضلع معايا في النجمة زي ما انتوا شايفين، وده اللي احنا هنكرره. هعمل معاكم واحد تاني. هنبتدي من مكان ما دخلنا منزلقة، احنا عدينا غرزتين ودخلنا في التالتة. هنبتدي نرتفع 6، 1 2 3 4 5 6. قلنا هنعدي 2، الحلقة دي مش بحسبها اللي على الإبرة، هعدي 1 2، وفي التالتة ابتدي أعمل غرزة حشو، أعمل نص عمود، أعمل عمود بلفة واحدة، وبعدين أعمل عمود بلفتين في آخر غرزة معايا، وفي الآخر ماليش دعوة بدي خالص، دي اللي أنا كنت شغالة فيها وارتفعت منها. هبتدي أعدي واحدة التانية، وفي التالتة بعمل منزلقة، وببتدي أرتفع 6 سلاسل، وهكذا. هكملها وأرجع لكم عشان نقفل بس الشغل بتاعنا. ورجعت لكم بعد ما كملت الضلعين الفاضلين من ورا الكاميرا. وكل اللي هنعمله ان احنا اخر واحدة زي ما قلنا هنعدي غرزتين، وفي الغرزة الثالثة اللي هي هنلاقيها خلاص قبل البداية بتاع اول ضلع، في الغرزة الثالثة هبتدي ادخل، وزي ما بعمل ان انا باخد وبطلع بمنزلقة. بس المرة دي كمان هبتدي عشان اقفل شغلي واطلع واقطع الخيط، ان انا هعمل كتأمين للشغل، بعمل غرزة أو سلسلة، وبعدين ببتدي أقطع الخيط، وبسيب جزء صغنن مش طويل بحيث إن أنا أعرف أخبيه. تمام؟ وكل اللي هعمله إن أنا هبتدي أرفع الخيط كده لغاية ما الإبرة لغاية ما الخيط يطلع بره الإبرة، وأشد عليها كويس كأني عملت عقدة تكون ماسكة نفسها. تمام؟ وكل اللي هنعمله إن احنا هنبتدي ننضف الخيوط من ورا مش من قدام، احنا قدام لازم يكون شغلنا نضيف. فأنا هعمل معاكم جزء بسيط، هعمل واحدة وانتوا هتعرفوا ازاي تتعمل بعد كده، ولو واجهتكوا اي مشكلة في النقطة دي عرفوني على طول. تمام؟ ولو ما بتعرفوش برضو تدخلوا الابرة الخيط جوه الابرة، هتلاقوا فيديو على القناة يسهل لكم الموضوع ده شوية، لان هو بياخد وقت. فلو انا عايزة اقلل الوقت اللي انا بدخل فيه الخيط جوه الابرة، هتلاقوا برضو طريقة على القناة. انا دلوقتي دخلت الخيط جوه الابرة، كل اللي هعمله ان انا بنقي اقرب واحدة لمكان الغرزة وابتدي ادخل فيها، بحيث ان انا خلاص من قدام هي شكلها مش موجودة ومش مضايقاني. ومن بعدها ببتدي انقي غرز متقاربة كده، ان انا ادخل فيها الابرة. تمام؟ تاني غرز متقاربة ادخل فيها الابرة كمان مرة، ونعمل اخر مرة معانا. تمام؟ وانا كده شايفة انه مناسب جدا ان انا ابتدي اقطع الخيط بتاعي. بقطعه من اخر حتة انا خبيته فيها، متقلقوش مش بيطلع. تمام؟ وفي نفس الوقت هبتدي اعمل الخيط ده برضو من ورا، هبتدي ادخله، وممكن ادخله في بواقي الدورية او اللي فاضل من الدورية اللي احنا قفلناها، هبتدي ادخله بالخيط بالابرة تحت الخيوط دي، وهيبتدي ان هو مش هيبان معانا. وده شكل النجمة بتاعتنا بعد ما نضفنا الخيوط، لا من قدام ولا من ورا باين اي خيوط او انه في بداية او نهاية للشغل. الشغل باين انه نضيف جدا. تمام؟ دي كانت كده نجمة النهاردة، وده كان فيديو النهاردة. اتمنى النجمة تكون سهلة عليكم، ولو في حاجة مش واضحة في الشرح او النجمة برضو صعبة قولولي في الكومنتات، نعمل ليها فيديو مفصل اكتر ويكون ابطأ شوية في الشرح.
واي حاجة انتوا مش عارفينها او حابين تتعلموها اكتبولي تحت في الكومنتات. وفي اخر الفيديو بفكركم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي هنعملها الفترة الجاية. مش بس كده، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك عشان ده بيشجعني اني اعمل فيديوهات تاني واكمل.